السلام عليكم، أهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا وكمان فيديو طويل جدا، يمكن أطول فيديو عندنا على القناة. هو هنعمل مع بعض 3 وصفات. هشارك معاكم يوم كامل من الأوردرات بتاعتي. هنرغي كتير بس يا رب ما تزهقوش مني. هقول لكم بقى ازاي بطلع الأوردرات، ازاي لما يكون عندي أوردرات كتير بانظّم وقتي إزاي بابتدي بإيه أصلًا. فخلّونا نبتدي الفيديو بتاعنا. فيه حاجات كتير، عندنا 3 وصفات مهمة جدًا. عندنا ديسباسيتو وكمان فطيرة النوتيلا وكمان عندنا دونتس. 3 وصفات مهمة جدًا وطويلة جدًا. وفي نفس الوقت التزيين في النهاية هيعجبكم إن شاء الله. هنتكلم بقى عن كل حاجة وهنرغي كتير جدًا. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، بس الأول اللي لسه ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف الوصفات الحلوة دي هنعملها ازاي مع بعض. خلّونا دايمًا نبتدي بالحاجة اللي هي بتكون طويلة أو هتاخد مننا وقت. يعني أنا دلوقتي عندي فطيرة النوتيلا وعندي ديسباسيتو وعندي كمان order من الدوناتس، تمام؟ ال3 دول في يوم واحد وهيتسلموا في نفس الوقت أو في يوم واحد يعني، فاهمني؟ طيب، فأنا دايمًا أبتدي بالحاجة اللي هي هتاخد مني وقت طويل، بحيث إن أنا أكون منظمة يومي، منظمة وقتي، ما أقفش بقى كتير وأبقى ملبوخة ومش عارفة أبتدي بإيه وابدأ إزاي وأعمل إيه، لأ خالص. ابدئي دايمًا بالحاجة اللي هي هتاخد منِّك وقت. أنا بدأت بالدونتس، عجنت العجينة بتاعتها لميتها كده وركنتها على جنب، بحيث إن أنا أسيبها لحد ما تخمر. في الوقت بقى اللي الدونتس هتخمر فيه، هابتدي إن أنا أعمل الكيك بتاع الديسباسيتو. تمام كده، خلاص بدأت إن أنا أعمل الكيكة بتاعة الديسباسيتو وأدخّلها الفرن. على ما الكيكة هتستوي هتكون الدوناتس خمرت معايا، فابتدي إن أنا أشتغل في الدوناتس، فاهمني؟ فكده ما ابقاش اللي هو إيه باضيّع وقت على الفاضي، لأ خالص. أنا بدأت في حاجة على ما دي تكون مثلًا خمرت، دي تكون استوت، أشتغل فيها. بعد كده أجيب التانية تكون بردت، أبتدي إن أنا أكمّل شغلي فيها، فاهمني؟ فعلشان ما تضيّعيش وقتِك كده في الفاضي يعني. بُصّوا بقى، القوالب دي أنا لقيتها حلوة جدًا، عجبتني بغطا. أنا لسه أول مرّة باستخدمها، بس عجبتني الفكرة بتاعتها، وكمان في النهاية يعني هاقفّلها بشكل حلو جدًا. فعجبتني أوي الشكل بتاعها. يعني بعد كده إن شاء الله أنا هاستخدم القوالب اللي هي بغطا دي، شكلها حلو جدًا. كمان لو الحاجة مسافرة أو كده هتبقى منجزة معاكِ، لإن الحاجة مش هتخافي تتقلب منِّك أو يحصل لها حاجة. ف فدايمًا كده فكّري في الحاجات، يعني ما تبقاش شغلِك حاجة واحدة، لأ، فكّري دايمًا في الحاجات اللي فيها تميُّز، إن أنتِ تكوني مميزة، كمان إن أنتِ دايمًا يكون شغلِك فيه تجديد. طيب هنرجع للنقطة دي، بس خلّونا نتكلم عن الفطيرة بتاعة النوتيلا. أنا هاحشيها بالكاسترد، فجِبت حليب، هو ده مش كيلو كامل. حطيت عليه 3 معالق كبار من البودرة بتاعة الكاسترد، وقلّبتهم كده لحد ما غليت زي المهلبية يعني. وحطيتها في طبق وركنتها على جنب، علشان لمّا آجي بقى أشتغل في فطيرة النوتيلا، تكون اللي هي الحشوة بتاعة الكاسترد تكون بردت ومسكت معايا. فهي يعني زي ما قُلت لكم يعني بنكون منظمين وقتنا. فعلى ما تكون بردت أكون أنا مثلًا اشتغلت في الدونتس أو اشتغلت في الديسباسيتو. الكيكة بتاعة الديسباسيتو خرجت من الفرن، بدأت إن أنا أسقّيها بخليط التسقية، وطبعًا باسيبها بقى على جنب تبرد. وبعد كده على بقى ما تبرد أكون عملت الدونتس، عملت اللي هي شكّلت الدونتس، كوّرت الكِوَر كده بتاعة الدونتس، وباركنها تاني على جنب 10 دقايق. بعد كده بابتدي إن أنا أشكّلها. طبعًا يعني أنا عملت
الفيديو بتاع الدونتس على القناة قبل كده، وفيديو الديسباسيتو برضو على القناة قبل كده. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف، عليهم بقى كل حاجة بالتفصيل. يعني لو حابين تشوفوها بالتفصيل روحوا للفيديو هتفرجوا عليه في كل حاجة يعني. ولكن أنا حبيت إن أنا أشارك معاكم لو عندك اوردرات كتير فازاي تنجزي الموضوع، بحيث ان انت ما توقفيش كتير وتبقي ملبوخة ومش عارفة تبتدي بإيه وتعملي إيه. لأ، الموضوع سهل لو أنا نظمته. فاهمين قصدي؟ بعد ما كيكة الديسباسيتو بردت، بدأت إن أنا أجيب الكريمة بقى اللي هي الطبقة التانية، وحطيت عليها الطبقة التانية من الكريمة ودخلتها التلاجة علشان تسقع وتمسك. بعد كده في الوقت ده بقى اشتغلت في فطيرة النوتيلا. جبنة كده. بصوا بقى، انا هقول لكم الفطيرة بتاعت النوتيلا لان انا ما عملتلهاش فيديو قبل كده، فهقولها لكم بالتفصيل شوية. بنجيب كده اللي هو صينية المقاس نفس المقاس اللي انا هسوي فيها اصلا الفطيرة بتاعت النوتيلا. تمام. حطيت طبقتين من اللي هو الجلاش، تكون الطبقتين يعني على بعض. بعد كده ببتدي ان انا احط بقى اللي هو الجلاش والنص بره، يعني نص في الصينية على قد الصينية ونص بره. فاهميني؟ حواليها كده، حوالين القالب اللي انا بستخدمه او المقاس الصينية اللي انا بستخدمها، يعني كله شايفين كله طالع مثلا بره اهو. بس بعد كده حطيت الحشوة، وطبعا الخليط اللي انا بسقي بيه ده او بدهن بيه يعني. انا حطيت زبدة عليها زبادي، مع يعني نص كوباية كده من الزبدة عليها كوبايتين كده من الزبادي أو علبتين يعني من الزبادي، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده بدأت إن أنا بالفرشة كده إن أنا أدهن بقى كل الجلاش اللي أنا استخدمته. قفّلت بقى الطبقات كلّها عليها كده، وبدأت أجيب نفس مقاس الصينية وقلبتها بالشكل ده. سهلة جدًا، سهلة وسريعة، يعني بدل بقى ما نقعد نعجن ناخد وقت طويل. لأ، فكرة الجلاش في الفطير حلوة جدًا وعجبتني كشكل وكطعم يعني. كمان ممكن نسقّيها كمان شوية حليب علشان تطلع طرية. بس كده ركنتها بقى على جنب، وبعد كده جِبت النوتيلا السايحة وعملت الوش النهائي من القوالب بتاعة الديسباسيتو. عملت بقى خطوط كده بالنوتيلا البيضا، يعني تزيين سهل وسريع بالشكل ده كده. أنا ركنت الفطيرة بتاعة النوتيلا علشان أسوي بقى مع بعض. يعني لأ، أنا كنت باقول يعني أنا المفروض إن أنا سويت الدوناتس مع الفطيرة بتاعة النوتيلا، فاهمينّي؟ فأنا كنت ركنتها، ولمّا خلّصت الدوناتس سويتهم هُم الاتنين مع بعض. سِبتها بقى طبعًا بردت، شُفتوا كانت يعني منفوخة إزاي وكانت حلوة جدًا، تسويتها حلوة جدًا. حطيت عليها بقى كده طبقة من فوق اللي هي طبقة النوتيلا. لسه طبعًا التزيين بتاعها النهائي، بس حبيت أورّيكم الدوناتس أنا سويتهم بقى ورا بعض، بحيث إن أنتِ مش كل شوية تشغّلي الفرن وتطفّي الفرن والكلام ده. لأ، لو في عندِك تسوية يبقى تخلّصي وتركني، وبعد كده تخلّصي الحاجة اللي بعدها. على بال ما تخلّصي كُلّه تكوني إيه، التسوية يبقى أنتِ مشغّلة الفرن مرّة واحدة، ما تفضليش مثلًا تشغّلي الفرن وبعدين تطفّي وبعدين تشتغلي في الحاجة اللي بعدها. طبعًا هتاخدي وقت، والفرن مش كل شوية بقى هتفضلي إن أنتِ تسخّني في الفرن تاني وبعدين ترجعي تسوّي وبعدين تطفّي لأ، طبعًا هتاخدي وقت كبير جدًا وهتضيّعي من وقتِك كتير جدًا. فالحاجة اللي هتبقى محتاجة تسوية خلّي الحاجة ورا بعض، يعني لو أنتِ مثلًا عملتيها والحاجة التانية اللي أنتِ هتعمليها مش هتاخد وقت كتير أو على بال ما تستوي تكوني خرّجتيها، يبقى كده تمام. دخّلي بقى شغّلي الفرن ودخّلي سوّي، وبعد كده إيه، تكوني خلّصتِ الحاجة اللي أنتِ شغّالة فيها، فتبتدي إن أنتِ اللي يطلع تدخّلي مكانه حاجة تانية. فاهمينّي؟ بس كده، فهيبقى الموضوع أسهل وهتنجزي في الوقت بتاعِك، بالعكس هتعملي كمان وصفات كتير جدًا في وقت قياسي. زيّنّا كده الدوناتس بالنوتيلا واللوتس، وحطّينا ليها بسكوت من الأوريو وبسكوت من اللوتس. أنا في الشغل بتاعي باستخدم الحاجات اللي هي تكون أصلية، يعني
يعني البسكوت مثلًا الأوريو حُطّي الحاجة اللي تكون أصلية على الوش كده بتاع الدوناتس، أو لو أنتِ بتعملي أي قالب أو أي حاجة، البسكوت برضه اللي هو اللوتس الأصلي، يعني الحاجات دي بتفرق في الfinish بتاعِك في النهاية، فاهميني؟ طبعًا بيدّي فخامة للشغل بتاعِك، وبيبقى شكله شيك، وطبعًا الطعم أكيد هيبقى حلو جدًا. فدي حاجات بسيطة لازم تاخدي بالِك منها، إن أنتِ تستخدمي حاجات فعلًا أصلية، وحاجات تكون نضيفة، وحاجات شكلها حلو. دي فطيرة النوتيلا زيّنتها كده شوية من اللوتس، وشوية من المكسرات، وحطيت ليها بسكوتة لوتس زي ما شُفتوا كده معايا، فكده بقت فطيرة النوتيلا كده بقت جاهزة. تعالوا بقى لقوالب الديسباسيتو، أنا قفّلتها في النهاية بشكل حلو جدًا، عجبني وعجب العميل جدًا. خصوصًا إن هي كانت راحة لمكان ما كانش فيه معالق أو شوك أو يعني إن هُم يستخدموها، فما كانوش هيعرفوا ياكلوها، هياكلوها إزاي؟ فالفكرة بتاعة الشوك لمّا تكون على القالب عجبتني جدًا، والحمد لله يعني أنجزت معاهم وعرفوا إن هُم ياكلوها. شكلها طبعًا شيك، و الفكرة بتاعة التقفيل دي حلوة جدًا، لو في مكان مفتوح أو حاجة فهتبقى حلوة جدًا. فدايمًا خلّي عندِك كده تجديد في الشغل بتاعِك، زي ما قُلت لكم خلّي شغلِك مميز، دايمًا تستخدمي خامات نضيفة، ما فيش حاجة اسمها عشان الخامات غالية هنقلل من الخامات بتاعتنا، لأ. ما تضربيش أي خامات بتستخدميها علشان الطعم في النهاية هيبقى اسمِك أنتِ، فما تغيّريش أي طعم أنتِ بتستخدميه. ممكن أقلل في حاجة لو أنا عارفة إن هي مش هتبوّظ أوي من طعم ال آمم ال الحاجة اللي أنا عاملاها يعني، فاهمينّي؟ ففي حاجات كده معيّنة ما ينفعش خالص إن أنا أغيّر من الخامات بتاعتي فيها، أو أقلل أو أستخدم حاجة مش معروفة، لأ. خلّي دايمًا شغلِك مميز، وحاولي إن أنتِ كمان تخلّي الfinish بتاع الشغل بتاعِك يكون مميز، ويكون شيك، ويكون نضيف. يعني أنا ممكن أنا عن نفسي أنا أقفّل الحاجة أو الfinish بتاع الحاجة نفسها آخُد وقت فيه أكتر من إن أنا أعملها، يعني أنتم متخيّلين؟ حقيقي بجد الحمد لله، فمعروف عنّي أصلًا يعني إن الحاجة فعلًا التقفيل، الشكل، تقديم الشغل حلو جدًا. خلّي كمان للأسف الفيديو كمان خلص بسرعة جدًا، حاسة إن أنا رغيت كتير جدًا، ولكن كنت عايزة أقول لكم كل المعلومات وأوصّل لكم كل المعلومات، يا رب تكونوا استفدتوا. بُصّوا بقى التقفيل في النهاية لازم نختار علب يكون شكلها حلو وشكلها شيك، فخلّي دايمًا شغلِك يكون مميز. استنوني إن شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير، شكرًا ليكم، سلام عليكم.